البنجو ده مش بتاعي. والله بارق يا ذنب ذنب اصحابي هم اللي ناموني عليه. البنجو ده مش بتاعي والله بارق. بس ده كان حشيش صحيح. ده كان حشيش ما كانش بنجو. ده كان الحشيش ده مش بتاعي. والله بارق يا ذنب ذنب اصحابي هم اللي رموني عليه. ما واحد بيلعب في الزمالك لازم يشرب حشيش عشان ينسى. ده طبيعي جدا. لازم يتجه الى كل ما هو مسكر عشان ينسى. يعني ما ده مش نادي يلعب فيه بصراحه. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق بيننا وبينهم ايه؟ عرفت الفرق بيننا وبينهم ايه؟ شفتنا واحنا زي القرف. شفتنا واحنا رقبتنا قد السمسمه. شفتنا واحنا رئيس النادي طالع يقول على لعيبتنا اللي هي بتحشش وبتجيب نسوان: كبرتوا يا ولاد، انا فخور بيكم. انا فخور بيكم. يعني انا يعني عندي سؤال صغير قد كده. الناس اللي بتطالبني من امبارح ان انا اطلع اعمل حلقه، اطلع اقول ايه؟ اطلع اقول ايه؟ اطلع اتكلم ازاي؟ يعني انت عايزني اطلع اتكلم في ايه؟ ايه ده؟ ده لو رئيس عصابه مش هيعمل كده، ما بالك بقى برئيس نادي؟ بقول لك انت رئيس عصابه يا اخي مش هتعمل كده. لا حول ولا قوه الا بالله. فتوح، اللي انا اعرفه ان فتوح ده تقريبا والده عميد في الجيش او لواء في الجيش، حاجه جامده يعني. اللي انا اعرفه، ما اعرفش بقى كلامي ده صح ولا لا. وطالع من بيت محترم، ويتقال عليه بيشرب حشيش، ويتقال عليه بيجيب نسوان، ويتقال يا نهار اسود ومقطرن عليا. وطلعت انسحبت من الدوري، وطلعت شتمت السيد عبد الحفيظ وقلت عليه دكتور الحمير، وطلعت شتمت الخطيب وقلت عليه بياخد ساعات. انت لسه بتتكلم في موضوع الساعات من 5 6 سنين؟ يا نهار اسود يا جدعان. ده انت فاضي. ده انت بني ادم فاضي. ده انت ما وراكش حاجه قسما بالله. ده انت فاضي. انت فاضي. فاضي. الفراغ فشخك. انت الفراغ فشخك. واخدك ورا مصنع الكراسي وعامل فيك اللي ما يتعملش الفراغ. يا نهار اسود على سنينك المهببه بهباب. المهم احنا ما بنتكلمش على حد بعينه. يعني احنا لسه ما دخلناش في مواضيعنا. عزيزي المشاهد، كارثه بكل المقاييس تحدث امس. الكارثه ابتدت بفوز النادي الاهلي وتعادل نادي الزمالك بجون اصلا مش جون، لانها مش ركنيه على سامسون، لان مش هو اللي مطلعها. لان هو قصد سامسون هو اللي مطلعها، فمش ركنيه. فيعني مش الموضوع. لا عشان الناس بقى ما تتكلمش عن الموضوع والدنيا ما تتقلبش عليا، اعمل ايه؟ اقلب بقى الرأي العام، اتكلم في الهباء، اجيظ. المهم عزيزي المشاهد، خليني اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه وخيبه الامل دي. يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. الله يخرب بيت ده يوم. المهم خلينا نعمل لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 6000 لايك. انت وذوقك، انت وبراحتك. المهم حصل حاجات من امبارح للنهارده يشيب ليها الشعر. شعرك الاسود المكحل ده يشيب ليها والله. المهم طلع الاستاذ مرتضى منصور بعد تعادل نادي الزمالك واتساع الفارق بينه وبين النادي الاهلي علشان يبهرنا بتصريحات من كوكب اخر، من عالم زمردة. المهم يا سيدي طلع الاستاذ مرتضى منصور واتكلم. كلكم عارفين هو قال ايه. كلكم عارفين، ولكن مش دي المشكله. ايه بقى ده؟ ايه اللي انت قلته ده يا غرع؟ ايه اللي انت قلته ده؟ يا نهار اسود ومقطر. المهم الكلام ابتدى بان الخطيب واخد الساعات، وان الخطيب واخد الفلوس من تركي. الله يخرب بيت ده يوم. يا عم غير الموضوع. يا عم غير الموضوع. ما تشوف لنا حاجه تانية الخطيب عملها. يا عم انت ما وراكش غير الساعات وتركي. يا عم يخرب بيت الملل. ده انت ممل.
ده انت ممل يا نهار اسود. المهم طلع قال لك الخطيب والساعات والهاتم اللي بيقوله، وبعد كده طلع قال لك ايه بقى؟ اسمع. قال لك دكتور الحمير، اللي هو يعني يقصد بيها سيد عبد الحفيظ، اللي هو اقسم بالله لو سيد عبد الحفيظ خد راحته معاك شويه ما ينزلك من البيت. انا عارف انا بقول لك ايه، والله العظيم مجرد ما بيفتح بقه بيحرق الدم، دمي بيتحرق. اقعد بقى انا كمشجع زملكاوي وانا كان عليا بايه يا رب ان اقعد اسمع الكلمتين اللي يقلوا من الواحد دول، يا جماعه ما تسيبوا سيد عبد الحفيظ، واقعد بقى بص ندابه. المهم قال لك بقى دكتور الحمير بيعمل لنا اعمال يا نهاري، انت ما بتفكرش الا في الحاجات دي، انت ما بتفكرش الا في السنه السوداء دي، انت ما بتفكرش الا في يا نهار اسود. انت مش راضي تتعلم. وقبلها ايه؟ يقول لك اصل الشناوي يا عم، يا عم ارحم اللي جابه ابويا وابوها، ارحمني. المهم يا سيدي طلع بقى زي ما قلت لحضرتك كده، شتم سيد عبد الحفيظ وشتم الخطيب وشتم واللي قبله في سكته شتمه. وقال لك ايه بقى؟ قال لك كام حاجه مهمه كده انا محتاجه اتساءل عليها قبل طبعا ما ندخل في موضوع فتوح وعبد الله. قال لك انا ساكت ومش هتكلم، وانا عايز امشي من النادي ده قبل ما اعمل مصيبه في البلد دي. انت بتهدد البلد، انت خلاص، انت خلاص طار، بتهدد البلد اللي احنا عايشين فيها. ده لو كل واحد سلم عليك هنموتك بالبطيء. فيعني يا عم ابوس ايدك ارحمني. انت بتهدد البلد، بلدي، بتهدد مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، وما شربتش من نيلها بتهددها. يا نهار اسود ومقطرن. ده رئيس نادي ايه وخيبة ايه ده يا ابني؟ ده رئيس نادي ايه ده لو رئيس عزبة شباب الحبانية مش هيعمل معانا كده. المهم تهديدات بقى، وانا مش عايز اقول انا بيتقال لي ايه. يا عم قول، يا عم قول وخلص امي. يا عم قول ايه بيتقال لك ايه؟ يعني ايه اللي انت بتطلع تقوله ده؟ انا مش عايز اقول انا بيتقال لي ايه. وانا الطلب منك ايه؟ الطلب منك واحد فول واحد طعميه؟ يعني الطلب منك ايه قليل الادب كده مش عايز تقول؟ انت بتهري، انت بتهري في القهر يا ماري وانا على مهلي. انت بتهري، انت بتقول اي حاجه اي كلام في لا مؤاخذه علام، اي كلام انت بتقوله. اه والله. يا نهار اسود. هيسيبوا الناس دي كلها ويجوا ليك انت؟ يا انت اللي ما بتحفظش، اللي بقك ما بيعرفش يبل كلمه وبتبص تفضح الدنيا، هيجوا منك انت يطلبوا حاجات؟ ومين دول اللي هيجوا؟ ومين الناس اللي انت بتقول عليها دي؟ وانت قصدك على بتهدد الدوله؟ بتهدد الدوله يا مرتضى؟ يا نهار اسود. ايه السنه السوداء دي؟ المهم دخل بقى في الاخر اتكلم عن فتوح وعبد الله جمعه، وطبعا اعلن انسحابه من الدوري يعني حتى هبل كده، ويعني طبعا حنفي تنزل المره دي وكده يعني. ولكن دخل بقى على فتوح وعبد الله جمعه قال لك بس فتوح وعبد الله جمعه احنا قفشناهم بيشربوا حشيش وقفشناهم مع النسوان. يا صدري ده عليا كده، صدري ده عليا مش قادر، مش قادر. يا نهار اسود. رئيس النادي، رئيس النادي طالع يقول على اللعيبه بتحشش وقفشنا مع النسوان. يا نهار، وهم ما عملوش كده يا جدعان، انا متاكد يا جدعان. فتوح ده ما يعرفش حاجه. يا نهار اسود. انت عايز مني ايه؟ انت بتفرح امة لا اله الا الله فيا، انت بتضحك امة لا اله الا الله عليا. انت عايز مني ايه؟ انت انا اكلمك بلغة الاشارة. انت عايز مني ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اكيد يا رب الكابوس ده ليه نهايه،
اكيد يا رب الكابوس ده لينا، اكيد في يوم من الايام هيبقى في نهايه للكابوس ده. اكيد البطل هيتجوز البطله في الاخر يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. يفنى العبد ويبقى الله. ربنا يسامحك يا مفتري. ربنا يسامحك يا بني ادم. ربنا يسامحك يا جرع. ربنا يسامحك. روح الى ربنا ينتقم. يلا عزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. لو قست لا لا، ايه ده يا جرح؟ ايه ده؟ ايه ده يا جرح؟ انت عندك عيال. المهم يعني خيبة والله، والله خيبة. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت اللي رايك، تعمل اشتراك. ادي مرة. سلام سلام، معلش مش قادر اقفل الفيديو. سلام سلام، باي باي.